كانوا برضه بيضربوني لو رفضت أعمل الحاجة، ما شُفتش منهم أي رحمة. السلام عليكم، المشكلة اللي معانا النهارده هي مشكلة عُضوة عندنا هنا في القناة. البنت دي اتعرّضت لظُلم كبير جدًا وعاشت حياة صعبة جدًا، ويمكن دي تكون حياة ناس كتير أوي، فيا ريت لو أنتِ عندِك مشكلة أو اتعرّضتِ لظُلم اكتبي لنا قصتِك في التعليقات وإحنا ناخد رأي الناس فيها، ويالّا بينا نبدأ قصتنا. أنا هدى، لمّا وعيت على الدنيا لقيت نفسي يتيمة الأم والأب، وأختي الكبيرة هي اللي كانت مسؤولة عني، وللأسف ما شُفتش منها غير كل أسوأ. أنا عندي أخت و3 إخوات شباب، الشباب كانوا كل يوم بينزلوا يشوفوا شغلهم في الغيط، وأنا وأختي بنقعد في البيت. كانت أختي معيّشاني كإني خدّامة البيت، عايشة بلقمتي، باعمل كل شغل البيت لوحدي رغم إن أنا طفلة. كنت باغسل المواعين وأنضّف المطبخ وأمسح الأرض وأطبخ وأنضّف وأعمل كل شغل البيت، حتى أوضتها هي كانت بتخلّيني أنضّفها. كانت بتجبرني أقف قدّام البوتاجاز وأولّع النار وأعمل أكل كتير جدًا عشان إخواتي الشباب اللي جايين من الشغل، ولو اعترضت على أي حاجة كانت بتضربني ضرب شديد جدًا. كنت باخاف منها أوي، فكنت باسمع كلامها. كنت باقف أطبخ بالساعات، وبعد كل ده تمنعني أمِد إيدي في الأكل، وتحط لي البواقي، تحط لي أكل قليل أوي، لدرجة إنه ما كانش بيشبعني. كان دايمًا أكلي أقل منها وأقل من إخواتي، مع إن أنا اللي باقف أطبخ، ودي كانت حياتي كل يوم. ولو في يوم تعبت وخدت دور برد مثلًا ومش هاقدر أعمل أي حاجة في البيت، أبُص ألاقيها تكلم إخواتي الشباب فياخدوني معاهم الغيط أشتغل عشان يوفّروا بدل ما يجيبوا حد يشتغل معاهم. ويا ريتهم كانوا بيدّوني فلوس أو حتى بيحطّوا لي أكل لدرجة إن أنا أشبع مثلًا. أكتر من مرّة أبقى هاتعرّض للموت وربنا كان بيستر. إخواتي الشباب ما كانوش يختلفوا كتير عن أختي الكبيرة، كانوا برضه بيضربوني لو رفضت أعمل الحاجة، ما شُفتش منهم أي رحمة. ولمّا كبرت شوية فهمت إن أختي بتاخد معاش أبويا كُلّه لنفسها، اللي المفروض أنا ليّا حق فيه، يعني المفروض إن أنا أعيش زيها، ومع ذلك عمرها ما جبرت بخاطري ولا جابت لي لبس جديد في العيد ولا أي حاجة، طول عمرها قاسية عليّا أوي. كانت تيجي في المناسبات والأعياد تاخد لبسها القديم وتوديه للخياطة وتصغّره على مقاسي وتجدده وتدّيه لي وتجيب لنفسها هي لبس جديد. ما كنتش باتكلم ولا باقول أي حاجة ولا عندي طاقة إن أنا أطالب بحقي، لإن ما حدش هيقف جنبي في أي حاجة، كلّهم جايين عليّا أوي، فكنت راضية بعيشتي وخلاص. عدّى شوية وقت واتقدّم لها عريس كويس واتجوّزت، وطبعًا كانت مجهّزة نفسها من المعاش. قُلت مش مشكلة، تتجوّز وتبعد عني، يمكن أعرف أعيش زي الناس. لكن اتفاجئت إنها هتسكن في نفس الشارع اللي إحنا ساكنين فيه. قُلت خلاص أعيش بقى لنفسي وأعمل حاجتي، وهي بقى ليها بيتها تعمل حاجتها بنفسها. لكن لقيتها بتتصل بيّا عايزاني أروح لها بيتها أنضّف لها الشقة وأغسل لها المواعين وأطبخ لها وأعمل كل شغل البيت برضه. مرّة أرُد ومرّة ما أردش، مرّة أروح و10 لأ. وهي لمّا لاحظت كده ابتدت توَحّي عليّا إخواتي الشباب وتقول لهم إن أنا قاعدة في البيت لوحدي، وتقول لهم حاجات ما بتحصلش أصلًا، لدرجة إن أخويا الكبير جه ضربني، وأجبرني إن كل يوم أروح أقعد عند أختي في الوقت اللي هُم فيه في الشغل، عشان ما ابقاش قاعدة في الشقة لوحدي. وفعلًا ده اللي حصل، اضطريت برضه إن أنا أروح عند أختي وأنضّف لها الشقة وأطبخ وأغسل مواعين وأعمل كل شغل البيت، وأطبخ كمان عشان إخواتي، وفي آخر اليوم آخد الأكل وأنزل أرجع بيتنا أستنى إخواتي لمّا يرجعوا من الشغل عشان ياكلوا. ولمّا عرفت إنها حامل كانت مخلّياني في خدمتها ليل نهار. ولمّا خلّفت كانت عندها توأم، بتسيبهم لي كل يوم أغيّر لهم وأأكّلهم وأشرّبهم وكمان باودّيهم يتطعّموا. كانت بتخلّيني أعمل لهم كل الشغل اللي هي المفروض تعمله، طبعًا بالإضافة لشغل البيت. كان دايمًا شكلي مبهدل وهدومي مقطّعة وريحتي مش حلوة، لإن ما عنديش وقت إني أهتم بنفسي خالص. وصحتي كانت مش حلوة ودايمًا عيانة وجسمي ضعيف. وطبعًا ما كمّلتش تعليمي لإن ما حدش مهتم بيّا. ومع أول حد اتقدّم لي اضطريت أوافق، أصل هيحصل لي إيه أكتر من كده؟ اتقدّم لي واحد على قدّه وقال إن إحنا هنقعد مع مامته في البيت لإن هو ما عندوش شقة. طبعًا وافقت وقبلت بالجواز، ورُحت لأختي قُلت لها: "أنا عايزة نصيبي من معاش أبويا عشان أقدر أجهّز نفسي، أنتِ خلاص اتجوّزتِ
يعني مالكيش معاش، المفروض بقى الفلوس اللي بتيجي تبقى نصيبي أنا عشان أقدر أجهّز نفسي. قعدت تزعّق فيّا وضربتني وطردتني من شقتها وما رضتش تدّيني أي حاجة. اتذلّيت بمعنى الكلمة، الناس هم اللي كانوا بيجهّزوني، اللي تجيب لي طقم كوبايات واللي تجيب لي حاجات في الفرش واللي تجيب لي حِلَل. كانت بتصعب عليّا نفسي أوي، لإن أنا ليّا نصيب زيي زي إخواتي، بس هم كانوا مستضعفينّي. المهم في الآخر اتجوّزت ورُحت قعدت مع جوزي وحماتي. بعد ما اتجوّزت كانت حياتي صعبة برضه، حماتي كانت بتتحكّم فيّا، وجوزي ساعات بيكون كويس معايا وساعات لأ، وساعات حماتي بتوحّي جوزي عليّا، ساعات بنبقى كويسين وساعات لأ. كنت باحاول أراضي حماتي بالطريقة اللي هي تحبّها وأسايس أموري، وقُلت أهو أرحم من العيشة مع أخواتي، على الأقل باكل وباشرب وبانام زي الناس. استحملت العيشة وقُلت الحمد لله. إخواتي بعد الجواز ما حدش منهم سأل عني خالص، حتى أختي عمرها ما جات زارتني ولا سألت عليّا. قُلت أحسن كفاية اللي حصل لي منهم. وعدّى حوالي 6 سنين، كنت خلّفت ولد وبنت وانشغلت بحياتي وتربية العيال. وبعد فترة حماتي اتوفت، والمشاكل اللي بيني وبين جوزي قلّت جدًا، لإن هي اللي كانت بتعملها، وما بقاش حد بيتحكم فيّا، وحالنا بقى أحسن، لإن جوزي ورث عن حماتي مبلغ قدر إنه يشغّله ويحسّن من دخلنا. وبعد فترة كنت قاعدة بانضّف الشقة، لقيت الباب بيخبّط، فتحت لقيت أخ من إخواتي جاي لي وشكله حزين أوي. اتفاجئت بصراحة لمّا شُفته. المهم رحّبت بيه ودخّلته ولقيته بيدّيني مبلغ كبير. قُلت له: "إيه ده؟" قال لي: "ده نصيبِك من ميراث أبوكِ وأمِّك." قُلت له: "بجد؟ ما تعرفش أنا كنت محتاجة الفلوس دي قد إيه، كويس إنّك جبت لي حقّي، أنتم افتكرتوا أخيرًا إن أنا ليّا حق؟" قُلت له بتريقة: "والله فيكم الخير، إلا ما حد فيكم سأل عني من يوم ما اتجوّزت والّا فكّر يزورني ويشوفني عاملة إيه، ده أنا كنت شايلاكم شيل، كنت قايمة بالبيت كُلّه ليل نهار." لقيته فجأة قعد يعيّط وقال لي: "عندِك حق في كل اللي قُلتيه." قال لي: "أصل أنتِ ما تعرفيش اللي حصل لنا، إخواتِك الشباب الاتنين اتخانقوا مع بعض على الورث، وكل واحد فيهم كان عايز ياكل التاني، لحد ما أخوكِ الكبير ضرب أخوكِ الصغير موّته، ودلوقتي هو في السجن وأخوكِ التاني مات." اتفاجئت وزعلت جدًا على إخواتي والحال اللي هم وصلوا له، وقعدت أعيّط بحُرقة عليهم. يعني واحد دخل السجن وواحد مات. قال لي: "أنا لمّا لقيت ده اللي حصل، قررت إني أقسّم الميراث بعدل ربنا، بِعت كل حاجة بما فيهم الشقة، وقُلت أقسّمها علينا بعدل ربنا وكل واحد ياخد حقه، وده نصيبِك." وادّاني فلوس وكان هيمشي، وقبل ما يمشي سألته عن أختي الكبيرة، قال لي: "بصراحة رُحت لها برضه عشان أدّيها نصيبها، لكن ما لقيتهاش، لقيت عيالها، اديتهم نصيبها ومشيت، لكن ما أعرفش عنها أي حاجة." المهم خدت الفلوس ووسّعت على نفسي أنا وعيالي، وخدت جزء منها شغّلته مع جوزي، والحمد لله حياتنا بقت أفضل. وبعد فترة قررت إني أروح أسأل على أختي الكبيرة، ولمّا رُحت هناك لقيتها قاعدة في الشارع والناس جايبين لها كرسي وجنبها شنطة فيها حاجتها، وشكلها كان مبهدل جدًا. قُلت لها: "إيه ده، أنتِ قاعدة هنا بتعملي إيه؟" قالت لي: "هدى الحقيني أنا اتبهدلت أوي." وقعدت تعيّط. قالت لي: "بعد ما أنتِ اتجوزتِ بفترة جوزي حاله اتبدل، وبعد ما كان معاه فلوس كتير أوي اكتشفت إنه مديون، والناس فضلت تطالب بفلوسها، لحد ما إجا اليوم واتسجن." رُحت لإخواتِك وقُلت لهم نقسّم الميراث عشان أسدد ديون جوزي ويخرج من السجن، ما حدش منهم رضي يُقف جنبي ولا يدّيني حقّي، ولحد دلوقتي هو في السجن وعليه قضايا ومشاكل. وبالنسبة لعيالي من صغرهم وهُم مبهدلينّي، غلُبت في تربيتهم، بيبهدلوني وبيمدّوا إيديهم عليّا، وفي الآخر اتجوّزوا وطردوني من البيت، وأديني مرمية في الشارع، بيشوفوني في الرايحة والجاية ولا كإنّهم يعرفوني ولا كإنّي أمهم. وقعدت تعيّط. قُلت لها: "طَب وورثِك؟ أخونا وزّع الورث، أنتِ ما خدتوش إزاي؟" قالت لي: "أخوكِ لمّا جِه ما لقانيش وساب الفلوس مع عيالي، وللأسف هُم خدوها وقسّموها على نَفْسهم، وأنا زي ما أنا مرمية في الشارع ما حدّش ادّاني حاجة." وبعدين قالت لي: "هو أنا ينفع آجي أعيش معاكِ؟ أنا مرمية في الشارع مش عارفة أروح فين." قُلت لها: "اعذريني، أنا ما أقدرش بصراحة، ما أقدرش آخدِك معايا البيت، لإن البيت ضيّق جدًا يا دوبك على قدّي أنا وجوزي وعيالي، وجوزي ممكن يتضايق، وبصراحة أنا مش هانسى لِك اللي عملتيه فيّا طول حياتي. كل اللي أقدر أعمله
إني أبعت لِك كل شهر مبلغ تساعدي بيه نفسِك، لكن ابعدي عني وعن حياتي، بلاش تخربيها تاني." وسِبتها ومشيت. ولمّا رجعت البيت حسيت إن أنا كنت قاسية معاها أوي، رغم إن هي تستاهل، بس كان ضميري مأنِّبني، فبقيت أبعت لها شوية احتياجات زي الأكل واللبس، أبعت لها فلوس. بس هل اللي أنا عملته ده صح؟ يعني أنا اتصرّفت صح والّا كان المفروض آخُدها معايا؟ أنا بصراحة مش قادرة أستحملها ومش قادرة أنسى لها اللي هي عملته معايا وتحكُّمها فيّا أمّا كانت بتضربني، مش قادرة أنسى لها أي حاجة خالص. خايفة آخُدها عندي تخرب حياتي من تاني، وفي نفس الوقت هي دلوقتي بقت سِت كبيرة وأنا مش قادرة أخدمها، شايلة منها أوي ومش جاي لي قلب إن أنا أخدمها، لإنها بهدلتني أوي. أنتم رأيكم إيه؟ هل أنا اتصرّفت صح؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة